عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نوريو كيفية تحضير المسمن ومسمن ناجح ان شاء الله وكيكون مورق كيجي زوين. غادي نحتاجو في الوصفة ديالنا، عندي هنايا كيلو نتاع الفورص الحرش ونص الكمية ديالو نتاع الفينو. عندي نص كيلو نتاع الفينو غادي نخلطهم، وعندي هنايا معلقة كبيرة ونص نتاع السكر سنيدة، وعندي عفوا 2 معالق صغار نتاع الخماره، وعندي هنايا الملحه حسب الذوق، يعني كتكثروا الملحه وسوا تحيدوها تنقصوها على حسب الذوق هي. وعندي بالنسبه للتوراق غادي نحتاج الفينو وغادي نخلط معاه معلقه صغيره نتاع الخماره، وعندي هنايا الزبده يعني على حسب الكميه اللي غادي نستعملو نقدروا نزيدو. غادي ندوبوها، وكنحتاجو هنايا الزيت تاعي بطبيعه الحال غادي نزيدو، انا غير وريتكم هنايا. باش غادي نجمعوا العجينه عندي هنايا الماء دافي. غادي ندوزو على بركه الله، غادي نجمعوا العجينه ديالنا وغادي نديرها في العجانه تعجن. غادي ندوزو نجمعوها، نجمع المكونات ديالي. بسم الله. غادي نخلط السكر والدقيق والملحه والخماره. كنخلط المكونات ديالي كاملين ومن بعد عاد كنجمعها بالماء. انا غادي نجمع العجينه ديالي وغادي نديرها تعجن مزيان، كتجي عجينه لينه غادي تدلك مزيان، وعاد من بعد نخليها ترتاح واحد ربع ساعه حتى 20 دقيقه، عاد نديرها كويرات. العجينه ديالي ما دلكات مزيان وخليتها ارتاحت واحد ربع ساعه. غادي نولي نكورها كويرات صغارين وغادي نخليها عاوتاني ترتاح واحد ربع ساعه. نكورها كويرات صغار على حسب المقله الطاجين اللي عندي صغير. بالنسبه للطاجين كل الا كان كبير ديروا كويرات شويه كبار، حيت غادي ندير وحده فوق وحده. غادي نكورهم كاملين بحال هكا حتى نسالي الكميه ديال العجينه اللي عندي، وعاد نخليهم يرتاحوا. من بعد عاد غادي ندوزو باش نورقوا المسمن ديالنا. ارتاحت ليا العجينه ديالي كورتها كويرات صغار وخليتها ارتاحت ليا واحد 20 دقيقه. غادي نورقوهم، كناخذوا جوج حيت غادي ندير وحده فوق وحده. انا دهنت الطابله ديالي بالزيت، غادي نقرصهم هكا غير صغارين، وغادي نضيف الزبده. انا ذوبت الزبده والسميده خلطتها مع الخماره. السميده باش غادي نورق الفينو خلطتها مع ديك الخماره الصغيره اللي كنت قلت لكم في الاول، وغادي نضيف السميده. غنهز هادي غادي نديرها فوق هذه، وغادي نورقها بالزيت. نحاول نجيبها مربعه، ما نقرصهاش دائريه. صافي من بعد ما كنورقها بالزيت عاد كنضيف الزبده والسميده اللي مع الخماره وغنقلبها. غنضيف غير الزبده، الزيت كنضيفوها غير في التوراق. وغادي نطويها على جوج بحال هكا.
وغادي نخليها ترتاح. انا غنكمل العجينه، نصف ديال العجينه ديالي، عاد غادي ندير الطاجين يسخن باش غندير نرجع عفوا المسمن ديالي الاولى، هذه هي النيت. عاد نقرصها وغادي نبدا الطياب ديالها. انا غادي نكمل النص ديال الكميه اللي عندي هنايا ديال العجينه وغادي نرجع. من بعد ما درت النص ديال الكميه، مازال راه عندي النص ديال الكميه الاخرى. بالنسبه لي انا عندي اللي غادي يطيب لي، غادي يقابل لي الملوي، داكشي علاش درت النص ديال الكميه. بالنسبه لي ما عنده غير يدوب وحده اللي غادي يلويها ويخبزها، نفضل يديرها كامله باش ما يتحرقوش ليه. غادي ندوز غادي نقرص الاولى كاع اللي درت مع الزبده، كيكون شويه كيولي كيقصح، ماشي مشكل. غادي نقرصها بالزيت، ما غاديش نستعمل دابا كاع الزبده، وما غاديش نبسطها بزاف، يعني ما غاديش ترقق بزاف، غادي نقرصها غير شويه بحال هكا. صافي انا كنت درت الطاجين ديالي سخن، غادي ندير عليه ندهنو بالزيت، غادي ندير عليه شويه الزيت. انا عندي البوطه شويه بعيده، خصني نسافر ليها. غادي نمشي حتى للبوطه، غادي ندير الزيت، عاد غادي نرجع ندير الملويه لتمايا نلوحها. صافي دابا من بعد ما درتها في الطاجين، العافيه ما كتكونش مجهده بزاف وما كتكونش ناقصه بزاف، غير مهيله. غادي نخليها طيب غير واحد شي شويه، ما غاديش نخليها حتى تحمر، عاد غادي نقلبها. كنقلبها وهي خضره. دابا غنقلبها باش غادي تاخذ ليا في الطياب، باش غادي تطيب غادي تحمر من التحت وغادي تحمر من الفوق نفس الطياب. ما كتجيش من الجهه الاولى اللي حسيها كتجي محمره والجهه الاخرى ما كتجيش محمره. صافي غنخليها تطيب هكايا من الجهه التحتانيه وغادي نولي نقلبها طيب من الجهه الاخرى. غادي نفرش انا واحد المنديل غادي نديرهم فوق منهم، ما غاديش نديرهم ديريكت، كتحيديهم سخونين ديريهم في الطبسيل. فاش غادي تحطي هذوك التحاته ديك الدخان كيرجع ليهم، ديك البخار تيرجع ليهم تيوليو لاويين. كنفضل ديريهم في منديل، عاد من بعد تفرشي تحطيهم في الطبسيل اللي غادي تحطي فيهم. تحمرات من الجوايه بجوج بهم. صافي غادي نزولها من فوق البوطه وغادي ندير الاخرى انا قرصتها ودرت الزيت في المقله. نفس الطريقه نتاع الاولى. صافي نقلبها. هانتوما كتكون مازال ما طابش باش كنقلبها باش كتحمر كيف ما قلنا من قبل. صافي دابا غنخليها طيب عاوتاني من التحت وغادي نولي نقلبها. غادي نكمل الكميه ديالي كامله ومن بعد عاد غادي نرجعوا ونشوفوا كي جا الملوي. انا درت هنايا كميه كثيره نتاع الملوي، يعني كنديرو في الفريغو، كندير واحد المده وكندير الملوي وكنحتفظ به في الكونجيلاتور باش الا جا شي ضيف على غفله ولا شي حاجه، المهم كتكوني وجدتي شي حاجه وباش كتجبديه كتسخنيه راه هو ما كيضيعش، كيبقى هو يعني بحال راه هو عاد كيف درتيه، غير هو باش كتجي كتسخنيه. كنقصي له نيت العافيه، ما كتكونش مهيله بزاف ما بين وبين، وكتحطيه كيسخن كيجي بحال راكي يلاه صاوبتيه. غنكمل الكميه ديالي دابا في الطياب ونرجعوا نشوفوا كي جا الملوي ديالنا. طيبت الملوي ديالي كامل كيف ما قلت لكم، كنفرش ليه واحد الزيف. اصلا ديك الزيت اللي كيطلق وهذا كيطلقها في الزيف اللي فرشنا عليه. الكميه اللي درت انا هي هذه هكايا. غادي نقسمهم انا على حسب شحال نحط في المحطه، شحال من حبه، وغادي نديرهم في ميكا وغادي نديرهم في الكونجيلاتور. دابا غادي نديرهم في طبق تقديم باش تشوفوهم كي جاو ونديرهم في طبق تقديم. صافي المسمن ديالنا هكا كيجي. كيف ما قلت لكم الاخرين الباقي غادي نديرو في الكونجيلاتور. كنتمنى تعجبكم الوصفه نتاع اليوم وبصحه والراحه، كنتمنى تجربوها وشكرا.